كل شيء انكشف وبان. كل شيء انكشف وبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك من فضلك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل المشتركين معانا. على بركة الله نبدأ الفيديو. كل شيء انكشف وبان. كل شيء انكشف وبان. يا سلام. كل شيء انكشف وبان. كل شيء انكشف وبان. انتوا عارفين في كرتون بيجي اللي هو اسمه بينوكيو ما بيكتب مناخيره بتطول. اهو ناصر ماهر كده، إن كل شيء انكشف وبان. طلع الدكتور وليد دعبس مالك ورئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر اللي كان بيلعب فيه ناصر ماهر، وفضحه. رايح يشتري ود الزملكاويه، ده من الزملكاوي، هو من الزملكاوي، وقال الزملكاويه المحترمه العاقله مش هتصدق الكلام الفارغ ده هو ملهوش انتماء لا للبلد ولا لاي فريق في مصر ولا الاهلي كمان. هو راجل حاقد على نفسه وولاؤه فقط للجنيه. ثانيا مشي من النادي وعليه فلوس، ومعانا الاثباتات. ازاي يطلع في الاعلام والميديا يقول ان هو ليه فلوس وانه تنازل عنها عشان يروح الزمالك من حبه في الزمالك؟ ده راجل بيكذب، وانا هقضيه. وانا اتصلت باللواء احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وقال لي احنا هنطلع نعتذر وهخليه يعتذر. وادي وش الضيف. نسمع الحكايه بما ان كل شيء انكشف وبان من الدكتور وليد دعبس نفسه، صاحب ومالك ورئيس مجلس اداره نادي فيوتشر. نسمعوه ونسمعه سوا ونعرف الكذاب بينك وده ابو مناخير طويله، وارجعوا لي. اشكر حضرتكم لحسن المشاهده، وارجو ان يكون ينال الفيديو اعجابكم، وارجو ان كل زملكاوي محترم سمع الفيديو يقتنع بالكلام ده صح. ده يعني ده المالك بتاع نادي فيوتشر. يا ريت فعلا نعقل الكلام عشان نوقد الفتنه اللي بيثيرها لاعب زي ده كذاب ملهوش انتماء. هرب من فريق فيوتشر وراح يلعب في ليبيا. هرب. ده ملهوش علاقه باي شيء غير بالجنيه، لانه ما يعرفش في حياته غير الجنيه. لا فيه ولاء لنفسه ولا النادي ولا البلد. واخيرا حضرتك اذا كنت ما اشتركتش بالقناه، يا ريت بقى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت حضرتك تعمل لايك في الفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.